اوعى تستثمر في الثلاث مناطق دول. رقم واحد، المناطق المتشبعة واللي فيها العرض اكتر من الطلب، وتقدر تتاكد من المعلومه دي من مواقع زي بيوت وبروبرتي فايندر. رقم اتنين، المناطق اللي الاسعار فيها رخيصه جدا. ناس كتير مستثمرين جدد بيفرحوا لما يلاقوا مناطق اسعار فيها رخيصه، وبينسوا حاجه مهمه، ان العائد الاستثماري مرتبط بسعر العقار. فالعقار لو رخيص، العائد الاستثماري كمان بتاعك هيكون رخيص. رقم ثلاثة ودي أهم واحدة، المناطق التي لا تناسب هدفك الاستثماري. للأسف مستثمرين جدد كتير بيقعوا في المشكلة دي، إن هو ما بيكونش محدد هدفه الاستثماري من البداية. يعني مثلا هيبيع، هيأجر، هيبيع عند الاستلام، محتاج استثمار عائد سريع، محتاج استثمار على المدى الطويل. الحاجات دي لما بيكون محددها من البداية بتسهل عليه اختيار العقار واختيار المنطقة اللي فيها العقار. يعني على سبيل المثال، منطقة زي دبي الجنوب ومنطقة زي جزر دبي، دي مناطق تنفعك لو انت هدفك الاستثماري اعاده البيع وكمان على المدى الطويل شويه. مناطق تانية زي دبي لاند والجي في سي تنفعك لو انت هدفك الاستثماري هو العائد السريع والايجار. في النهايه دايما بنقول انه تحديد اهدافك الاستثماريه هو بدايه اي خطه استثماريه ناجحه.